من سنين طويلة والناس بتسمع عن مكان بيبتلع السفن والطائرات من غير أي أثر. مكان اسمه مثلث برمودا. هل هي لعنة ولا هو طبيعة بحرية شرسة؟ تعالوا مع بعض نحكي القصة الكاملة. مثلث برمودا منطقة وهمية على شكل مثلث في غرب المحيط الأطلنطي. أضلاعه بترتبط بين ولاية فلوريدا بأمريكا وبين جزيرة برمودا. مساحته حوالي 2 كيلو متر مربع، يعني مساحة ضخمة. السبب في شهرته مش مساحته ولا موقعه، ولكن في الحوادث اللي بتحصل فيه. أشهر الحوادث البحرية والجوية حادثة الرحلة فلايت 19 ديسمبر 1945. 5 طائرات حربية أمريكية كانوا بيتدربوا فوق المحيط، وفجأة فقدوا الاتصال بقاعدة الطيران واختفوا للأبد. والأغرب إن الطيارة اللي خرجت تدور عليهم اختفت هي كمان، ومن ساعتها بقى اسمه مثلث برمودا المرعب. اختفاء سفينة USS سنة 1918، ودي كانت سفينة أمريكية عليها أكتر من 300 بحار، كانت بتنقل فحم من البرازيل لأمريكا، وكانت آخر إشارة منها في منطقة مثلث برمودا، وبعدها اختفت بالكامل من غير أي حطام أو جثث. سفينة أولون أوستن سنة 1881. السفينة دي لقت مركب تانية مهجورة في نص المحيط، فحاولوا يسحبوا المركب معاهم، وفجأة المركب اختفت وظهرت تاني، ومن بعدها اختفت للأبد. القصة دي خلت الناس تقول إن المثلث فيه قوة غامضة. بعد كل الحوادث دي العلماء حاولوا يفسروا. في نظرية بتقول إن في عواصف استوائية قوية ممكن تدمر أي سفينة أو طيارة، وفي نظرية عن غاز الميثان اللي بيخرج من قاع البحر وبيخلي المية أقل كثافة، وبالتالي السفن بتغرق فجأة. في ناس اتكلموا عن مجالات مغناطيسية غريبة بتبوظ البوصلة وأجهزة الطائرات. أما محب الخيال فقالوا دي كائنات فضائية أو بوابة لعالم تاني، أو حتى مدينة أطلانتس المفقودة تحت المياه. لحد النهاردة مفيش أي دليل قاطع يفسر كل الحوادث اللي حصلت في مثلث برمودا. ممكن تكون الطبيعة وظروف الطقس هي السبب، ممكن يكون في لغز أكبر من اللي احنا نعرفه. السؤال بقى، انت شايف ان مثلث برمودا حقيقة علمية ولا لغز خارق للطبيعة؟ اكتب لنا في الكومنتات انت شايف ايه. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.